السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. فيديو جديد ويوم جديد وصباح جديد. فيديو النهاردة لذيذ كده وخفيف يعني مش فيديو طويل علشان حسيت ان انتوا بتزهقوا من الفيديوهات الطويلة. ومعاكو يوكا من بيت يوكا، بيتي وبيتكو، المكان اللي بنحول فيه الحاجات البسيطة لحاجة مميزة. يلا نبدأ الفيديو. طبعا لازم أول ما أصحى، أفتح كده الشبابيك وأدخل الشمس للمكان، وأشم كده ريحة الشمس والهوا، وأحس إن المكان بيتنفس. ودخلوا كده الهوا والشمس، وبعد كده يبدأ اليوم بقى. مجرد فتحة الشباك كده يا جماعة والهوا والشمس يدخلوا، بتحسوا بقى لو انتوا صاحيين من النوم مفيش طاقة، مفيش المزاج مش حلو، مجرد فتحة الشباك كده وتشوفوا شكل الشمس، ده بيدي طاقة بيغير المود فورا. طبعا لازم أول حاجة أعملها، أصحى أعمل فنجان القهوة ده. أنا مدمنة قهوة يا جماعة، باحاول أتعافى من الموضوع ده، لإن هي بصراحة يعني كترها غلط، وأنا يعني من مدمنيها. ولكن ممكن دي أول مرة أو تاني مرة أشرب قهوة خلال الشهر ده. فما بقيتش أعملها كل يوم يعني، بس النهاردة حسيت إني عايزة أشرب قهوة أول ما صحيت كده، فعملت قهوة. شربنا القهوة ويلا ندخل على باقي المعركة. بعد كده خدت البيبي علشان اخرجها شوية، لان احنا هنا ما بنخرجش خالص يا جماعة. احنا من يوم ما جينا من مصر واحنا ما بنخرجش خالص. بس فقلنا كده، قلت اخدها الصبح كده اخرجها شوية في الشمس في الهوا، يعني لازم يعني. فبدأنا اليوم كده بأننا خرجنا كده في الشمس والهوا شوية. لعبت البيبي كده شوية مع الأطفال، وقعدنا يعني ايه كده، غيرنا جو كده وغيرنا النفسية. فهنرجع بقى البيت نعمل أحلى أكلة، هنعمل فراخ في الفرن وهنعمل معمر. بصوا بقى الفرخة وجمالها. حطينا الفرخة كده تتشوح، تمام، حطيناها تتشوح. نفسي تشموا الريحة، بجد نفسي تشموا الريحة عاملة ازاي. تحفة تحفة تحفة. حطينا بصل، طماطم، فلفل اسمر، مستكة، حبهان. اما الورق اللوري خلص من عندي، حطيت بهارات فراخ. هنغطي بقى عليها، هنزود المية. طبعا بنزود الاكل ميه مغليه، يعني هنجيب ميه دلوقتي من الكتل ونزودها. وانا بحب اقطع الفراخ وانا راح اسلقها، ولكن ده لو هحمرها في الزيت، انما انا عايزه ادخلها كده الفرن بحالها كده، تاخد تحميره حلوه كده. فعشان كده سبتها بحالها كده، شوحناها اهو، خدت اللون الحلو ده، والتشويحه دي بتخلي الاكل تحفه. تمام. هوريها لكم بقى لما تطلع من الفرن. عملنا بقى هنا المعمر اهو. انا البتاع ده اول مره استخدمه، السرفيس ده او يعني الطاجن ده اول مره استخدمه. دي سمنه بلدي انا جايباها معايا من مصر، لان طبعا مش لاقيه هنا سمنه بلدي زي بتاعه مصر، يعني اللي هي السمنه الفلاحي. حطيت كده كام معلقه سمنه يعني معلقتين 3 مثلا في الصينيه، تمام. وقلبت الرز كده في السمنه علشان ده بيخلي الرز مفلفل كده. وكمان ايه، معلقه زيت صغيره، تمام، معلقه زيت كده، معلقتين زيت، لاني لسه هحط زيت على وش المعمر، تمام. فبنقلب كده الرز مع السمنه، ولو في حتت كده سمنه بنعملها كده بالمعلقه، بنفرولها بالمعلقه. حطينا الملح
وقلبنا الرز مع السمنة البلدي، انا ما كانش عندي لبن كفاية. يعني اكتشفت وانا بعمل ان اللبن اللي عندي مش كفاية. انا بحب احط المعمر كله لبن، في ناس بتحط جزء مية وجزء لبن، انا بحب احط لبن كامل. يعني على يعني كل الكمية بتاع السائل اللي بتتحط على الرز لبن، ما بحطش مية خالص. فاكتشفت وانا بعمل ان اللبن مش كفاية، فاضطريت ازود شوية مية. اكيد مش يعني مش هينفع بقى ان انا ما اعملش او ما اكملش، وما كنتش عارفه في الوقت ده اخرج. فكملت بقى، حطيت كمان، حطيت شويه ميه كده، وحطيت اللبن اللي عندي. بقلبه كده شويه وبحاول. شايفين حتت القطع السمنه البلدي دي، كنت بحاول احركها كده بالمعلقه او ايه، اخليها يعني تتشبع قوي من الرز، واقلبها فيه شويه قبل ما احط اي سائل. يعني قبل ما احط لبن او قبل ما احط ميه، كنت عايزه آه، اخلي السمنه كده تدخل مع في الرز كده، ده بيدي فلفله للرز. يعني ما تحسش ان الرز المعمر معجن، بيبقى لا، بيخليه مفلفل. الحركه دي يعني تمام. فانا اول مره اعمل في ده، وبصراحه هو طلع حلو، طلع حلو، بس كان ناشف شويه، او يعني كان محتاج سائل كمان، كان محتاج يتحط له لبن او ميه كمان. فانا بصراحه ما حبيتش ازود ميه، وما كانش عندي لبن، فسبته بكميه الميه او اللبن اللي انا حطيتهم وخلاص. كان حلو والله، بس انا كنت محتاجاه يعني. وانا باكل كده ما كنتش مبسوطه قوي، كنت محتاجاه يكون اللبن بتاعه اكتر شويه. آه، فده خطأ بقى يا جماعة. قبل ما تعملوا الأكلة اتأكدوا ان كل المقادير وكل الحاجات بتاعتها موجودة بالشكل المظبوط، وبالشكل الايه اللي انتوا محتاجينه للطبخة. تمام. ما كانش عندي قشطة، وما كانش عندي زبادي. انا بحب احط زبادي وبحب احط قشطة بلدي، ولكن ما كانش عندي، فاكتفيت بالسمنة البلدي واللبن وبس. طبعا لو في قشطة يبقى احسن، ولو في زبادي يبقى احسن. ويلا هندخله الفرن. طبعا انا مش محتاجة طبعا اعرفكم الرز المعمر بيتعمل ازاي. طبعا انتوا اشطر مني بكتير، وكلكم ستات بيوت شاطرة، بس انا عايزاكم تشجعوني يا جماعة، وتقولوا لي كلام حلو في الكومنتات كل اللي يشوف الفيديو. واعملوا لايك واشتركوا في القناة، علشان انا بفرح قوي لما بيجيلي اشتراك جديد في القناة، او ان حد دخل اشترك في القناة. بفرح جدا والله، بحس ان القناة بتكبر، وان في ناس كتير، ان يعني ان حد يشترك في القناة ده، فمعنى كده ان ان اللي بيشترك ده حبني، او حب يشوف محتوايا وعايز يشوف تاني. ف... فببقى مبسوطة جدا. فأتمنى من كل اللي بيشوفني احطوا لايك للفيديو، علشان ده بيساعدني في انتشار الفيديو، بيساعدني ان القناة تكبر. آه، مش هتخسروا اي حاجة. الفيديو عجبكم لذيذ، حطوا لي لايك لو سمحتوا. وكمان اشتركوا في القناة. انا حابة تشوفوني، وحابة اقدم لكم حاجات كتير، فحابة ان انتوا تكونوا معايا في القناة وتشرفوني بوجودكم. فياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. وتنصحوني في التعليقات، وتقولوا لي كلام يعني يحفزني ويشجعني اني اكمل واقدم حاجات احسن بكتير. ويلا نكمل الفيديو. شايفين جمال الرز المعمر في الفرن؟ شايفين جماله ولونه خطير خطير خطير. طب شاطرة انا ولا مش شاطرة؟ روحوا بقى في الكومنتات قولوا لي انت شاطرة. شكله بيشهي، شكله يفتح النفس على الاكل. بقالي فترة من اول ما جيت من مصر وانا عايزة اعمله. عملته مرة واحدة بس، ورجعت عملته دي تاني مرة. آه كده كنت دخلته الاول على الشواية ياخد لون من فوق.
وبعد كده بنزله تحت على الصاج، على الصاج على اخر حاجه تحت خالص، وبشغل الفرن من تحت لحد ما، وبهدي يعني ببقى مهدياه خالص لحد ما يتشرب ويستوي وخلاص. تعالوا بقى اوريهولكوا بعد ما طلع من الفرن، وندخل الفرخة الفرن ونطلعها هي كمان، واوريكوا الشكل النهائي للأكل. الأكل بسيط، عملت كده حاجة سريعة، سلقت فرخة وعملت شوية رز معمر وبس. تعالوا بقى اوريكوا الشكل النهائي للأكل. شايفين بقى الرز المعمر والفرخة، كنت عملت لها كده، حطيت معلقتين صلصة مع شوية زيت مع شوية فلفل اسمر مع ملح مع رشة بهارات فراخ، ودهنت بيها الفرخة، وبعدين دخلتها الفرن. كانوا يعني عايزة اقول لكم كانوا شوية شوربة تحفة. كانت الفرخة الأحجام اللي موجودة هنا بتاعت الفراخ صغيرة، فالفرخة بتبقى مسكرة، بتبقى طعمها تحفة، مبتاخدش وقت في السوى، يعني حلوة قوي. وده الشكل النهائي للأكل. أنا نفسي تيجوا تاكلوا معايا، بجد نفسي تيجوا تاكلوا معايا، تعالوا كلوا معايا. وكده خلصنا الأكل. ندخل بقى على التنظيف، على تنظيف الأوضة. انا قلت لكم طبعا، كنت قلت لكم قبل كده ان المكان اللي انا ساكنه فيه الشهرين 3 دول هو عباره عن صاله واوضه. ف... فدي الاوضه بقى، يعني دي الاوضه كانت متكركبه بشكل بشع. في اوقات ما ببقاش قادره اعمل كل حاجه في المكان او في البيت في نفس اليوم، طبعا بحكم اني معايا بيبي، ممكن يوم للأكل وللصالة والمواعين، ويوم للأوضة والأكل والمواعين. يعني بقسم الشغل على الأيام، لأن أنا لوحدي ومفيش حد يعني يشيل البيبي عني، ومفيش إن أنا يعني، وفي أوقات ببقى فاقدة الطاقة وفاقدة الشغف ومش عايزة أعمل أي حاجة ومش قادرة أعمل أي حاجة، فساعات بأجل حاجات. ده مش عيب ومش غلط. آه، مش لازم نيجي على نفسيتنا ومش لازم نيجي على صحتنا علشان ان كل حاجة تبقى بيرفكت وكل حاجة تبقى ماشية بالظبط والحاجات دي كلها. ده غلط والله جدا. كل حاجة تتعمل لو قسمناها ولو عملناها واحنا مرتاحين واحنا نفسيتنا كويسة. فتحت كده الشباك، دخلت الشمس، ونفضت كده السرير. الملاية دي ما غيرتهاش علشان كنت لسه حطاها امبارح، يعني ما كانتش لسه اتوسخت. وخدت كده البطانية طبقتها، وده اللحاف ده يا جماعة، والملاية دي احنا جايين لاقيينهم كده في السكن. مش احنا اللي جايبينهم، انا جايبة معايا من مصر، وانا جاية مفرش من مفارش السرير بتاعي هناك، مفرش قطيفة شتوي. اللي هو المخدة بتاعته دي، شايفين المخدة اللي انتوا شايفينها دي؟ المفرش بتاع المخدة دي، يعني دي المخدة، ده الوش المخدة ده بتاع المفرش، بس هو كنت غسلاه. ف على ما حطيت الملاية دي بس، فما جبتش غير هو مفرش واحد معايا، طبعا لاني ببقى يعني محكومة بوزن معين. وهتشوفوا المفارش بتاعتي وهتشوفوا الحاجات دي كلها لما ارجع مصر ان شاء الله. آه فهنا كنت ظبطت كده السرير وظبطت الدنيا وهنا طبعا كانت البيبي موجودة بتناحي فيها، كل ما احط حاجة تشيلها. ده الشكل النهائي اهو. ظبطت سرير البيبي وظبطت في حاجات طبعا انا مضطره احطها كده، يعني مفيش ليها مكان، زي الشنط دي او الحاجات دي مضطره احطهم كده. ظبطت كده السرير استنوا بس قبل ما نبدأ كده، انا بحب العباية دي قوي يا جماعة، كده تنفيضة حلوة بجد والله، بحبها جدا جدا جدا. هتقولي لي حاطة دي كده ليه؟ هقول لكم على ما انضف الارض. تمام. فانا طلعتها فوق السرير. تمام. انا بحب العباية دي بقى قوي. شايفين اسمها ملحفة طاووس، كنت جايباها من مصر، تحفة، حلوة قوي، بحبها قوي، جميلة جميلة جميلة. شايفين المنظر الرائع البشع ده؟ شايفين البشاعة دي كلها؟ يلا نلمها في كده، يلا فيك كده، يلا.
هتقولوا لي حاطه الشال ده كده ليه على المرايه؟ انا حاطاه كده علشان المرايه دي فيها اضاءه، والاضاءه دي يعني انا بحب اشغلها، يعني اولع الاضاءه دي، ولكن بتبقى عاليه قوي، فانا حاطه الشال ده بيبقى مخليها هاديه، يعني يحجبها شويه، فبيبقى مخليها اهدى يعني. تمام. يلا. وده كان الشكل النهائي للتسريحة بعد ما رتبتها. مسحت كده، شلت كل حاجة، وبعدين مسحت التسريحة ومسحت المراية وشلت الشال اللي كان على المراية. بس طبعا رجعت حطيت الشال تاني، لان انا قلت لكم انا كنت حاطه ليه. بس رتبت كده. انا كنت جايبه شويه سكين كير وحاجات ميك اب بسيط كده معايا. ما جبتش طبعا كل حاجتي، لان انا قلت لكم قاعده فتره مؤقته. وشوفوا بقى هنا بعد ما نضفت الارض وظبطتها كده، شوفوا بقى الشكل النهائي. يا سلام على المكان لما بيبقى مترتب وبيبقى هادي كده، بتحسوا فيه كده بهدوء وراحة نفسية. الكركبة يعني أكتر حاجة في الدنيا تتعب النفسية يا جماعة، الكركبة. التراب، أنا من الناس اللي مبحبش أشوف تراب، مبحبش أشوف حاجة مكركبة. ولكن أنا يعني من بعد وجود بيبي، أو من بعد ما خلفت، وأنا يعني بقيت غصب عني المكان بيتكركب، غصب عني ألم يتكركب، فمبقتش عارفة أقعد في مكان نضيف خالص غير وقت مؤقت يعني. يعني غصب عني. الدولاب ده يا جماعة ما بيتقفلش، الضلفة دي ما بتتقفلش. الضلفة دي احنا جايين الدولاب كده ما بيتقفلش، حاولت اقفلها كتير. ما بيتقفلش خالص، الدولاب بايظ يعني. فزي ما قلنا مضطرين نتحمل. جينا بقى للفقرة اللي انا بحبها، فقرة الانتهاء ورش المعطر. وخلاص بنبقى خلصنا. المعطر ده ريحته حلوة قوي، بس مشكلته ان هو مش بيثبت. واشوفكم بقى كده، وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم تاني في يوم تاني، في يوم جديد وصباح جديد. وربنا يعيني ويعينكم ويعين كل أم على شغل بيتها وعلى حياتها وعلى أولادها. و آم، شغل البيت هيتعمل، والمواعين لو باتت، يعني هي مش بايته بره، مش بايته في الشارع يعني، ولا بايته عند الجيران. فما تجيش على نفسك، ما تجيش على صحتك. صحتك ما حدش هيعوضها لك. صحتك ونفسيتك ما فيش اي حاجه في الدنيا هتعوضهم لو راحوا او تعبوا. والله وعن تجربه مفيش حد هينفعك. فما تجيش على نفسك، اشتغلي بالمعقول واعملي بالمعقول. اللي ما يتعملش النهارده هيتعمل بكره، واللي ما يتعملش. ولو انتي تعبانة مش لازم تيجي على نفسك علشان ما ينفعش، اصل لا المواعين ما تباتش، لا مش عارفة ايه ما يباتش. انا ضد المبدأ ده خالص. مواعين ما اتعملتش النهاردة عادي ممكن تتعمل لما نروح انام ساعتين، اريح ساعتين وارجع اعملهم. ممكن تتعمل تاني يوم لو انا كنت مشغولة في مليون حاجة وما قدرتش اديها وقت. ممكن يعني بلاش نيجي على نفسنا، علشان والله ما فيش حد بينفع حد، ومفيش حاجة بتعوض الصحة لما بتروح. ويا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. واشوفكم تاني في يوم تاني ويوم جديد، ومن بيتي وبيتكم بيت يوكا. وتصبحوا على خير ومع السلامة.